السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض قرص الفران، سهلة جدا جدا، هنعملها في البيت، مغذية ونضيفة وبطريقة سريعة. مقاديرنا بسيطة جدا: نص كيلو دقيق او 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقتين كبار لبن بودرة. تقدر تستغنى عن الخطوة دي، بس انا عايزاها حاجة مغذية، انا بعمل حاجة لولادي. معلقة باودر وذرة ملح، خلاص. وهحط شوية خل، طبعا خل جميل ومحسن طبيعي. وهحط معلقتين برضو زيت، كله كده تقريبا ماشي على العجينة. وطبعا مفعلة الخميرة، ربع كوباية مية عليها خميرة بيرة او خميرة فورية، معلقة كبيرة ومعلقة سكر، وسبتها لحد ما اتفعلت خلاص. وقلبت كله مع بعضه كده، وهقلب كده. حطيت كل الخليط مع بعضه. طيب انا اقدر اعمل بمية، اقدر بعمل بمية، اقدر اعمل بلبن بلبن قاطع عندي، لبن قاطع، لبن سايب، حليب قصدي، او زبادي، اللي انتي عايزاه. خلاص. وهبتدي بقى اشكلها بالشكل ده بعد ما خمرت، واقطعها زي ما انا عايزه، قطع بالشكل ده، واسيبها لما تختمر جامد بالشكل ده. نفشت معايا ما شاء الله. ودول شويه نسكافيه، كنت بشرب نسكافيه وسبت شويه نسكافيه. نسكافيه طبعا، نسكافيه على شويه لبن على شويه سكر. خلاص. طيب انا بحب السكر، ممكن ارش شويه سكر على وشها، مفيش اي مشكله، بدل السمسم وبدل حبه البركه. اختياري اللي انتي عايزاه. انا ما بحبش حبه البركه، ما بحبش السمسم. اقدر ارش على وشها سكر، بتبقى مسكره وبتلمع كده وشكلها جميل خالص. او تعملي زي ما بقولك كده ايه، بعد ما تحطي نسكافيه، تحطي مثلا سمسم او حبه البركه حسب ما انتي عايزه. خلاص. بجد هتحسي ان ريحتها زي ريحه هتحسي ان ريحه البيت زي المخبز بالظبط. وادي شكلها معانا هشة جدا وجميلة جدا جدا، ما شاء الله عليها. وطبعا حاجة مغذية وحاجة عاملينها في البيت، مش دي حاجة بره، حاجة حلوة. وتقدري تحتفظي بيها في الفريزر لما تكون دافية تحت طلبك في اي وقت. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.